حالة تخبط غير عادية تعيشها السنغال وتصريحات متناقضة بالجملة. أمس رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أطلق تصريحات خطيرة ضد المغرب. في المقابل الملاعبية أقروا بخطأهم في الانسحاب من النهائي. عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أطلق تصريحات صادمة واتهم المغرب بالسيطرة على الكاف، وأكد أن السنغال هو البلد الوحيد اللي وقف وتجرأ أمام نفوذ وقوة المغرب. في المقابل صاحب هدف فوز السنغال باب جاي أعطى كف لتصريحات رئيس الاتحاد وأقر أنه انسحابهم كان غلطة، واعتذر كذلك للجمهور. وقام أيضا بشكر ساديو ماني اللي أقنعهم بالعودة إلى الملعب. شخصيا نرى أن تصريحات رئيس الاتحاد عبد الله فال هي استباقية، لأنه متيقن أن عقوبات كاف قادمة لا محالة. وبالتصريحات هذه يحب يغطي على غلطة الانسحاب ويقول أن العقوبات هي خطوة انتقامية مغربية أو من الكاف. في المقابل تأتي تصريحات اللاعبين الذين أقروا أن التصريحات كانت غلطة حتى يخففوا من وطأة العقوبات اللي تنجم توصل لحد إيقافهم من اللعب في كأس العالم. وبين هذا وهذا كيفاش تتوقع العقوبات أو نوع العقوبات التي ستضرب المنتخب السنغالي؟ نستنى رأيكم. سلام.